في الفيديو ده في بقرتين باين إن هما بيلحسوا كاوتش عربية. الموضوع شكله غريب شوية في الأول، بس اللي مدهون على الكاوتش ده حاجة اسمها عسل أسود. البقر بيلحس الكاوتش عشان يوصل للعسل الأسود ده. وهنا بقى السؤال المهم، ليه البقر بيحب العسل الأسود؟ وليه الناس أصلا بتدي العسل الأسود للبقر؟ العسل الأسود ده ناتج طبيعي من صناعة السكر، المكون الأساسي فيه هو السكروز، ولونه بني غامق وتقيل ولزج، شبه الشربات اللي بتطبخ على نار هادية قوي. طعمه مسكر، وعشان كده حيوانات كتير بتحبه. غير كده العسل الأسود فيه أحماض أمينية بتحسن الطعم وبتفتح شهية الحيوان، فبتخليه ياكل وهو متحمس أكتر. عشان كده مزارع كتير بتستخدم العسل الأسود كمكمل غذائي للمواشي، أحيانا بيتخلط بشكل مباشر في العلف عشان يخلي ريحته أحسن وطعمه أحلى، وده بيشجع البقر إنه ياكل كويس وياخد العناصر الغذائية اللي محتاجها. بس طبعا رغم فوائده الكتير، الإكثار من العسل الأسود ده ممكن يسبب مشاكل صحية للبقر، عشان كده المزارعين مش بيدوا له كميات كبيرة منه، عشان كده بيدهنوه تحت الكاوتش، ولما يجي البقر يلحسوا على مهله أو يخلطوا منه كميات صغيرة مع العلف. هل كنت تعرف كل المميزات المفيدة والقيمة الغذائية اللي موجودة في العسل الأسود وأنت بتاكل عسل بطحينة؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.